هذا إبراهيم ووافي أصدقاء ويعيشون في قرية، فتجمعهم المحبة والوفاء. فإبراهيم قال وافي ودي أعرس. قال إبراهيم، قال وافي أبشر، خابر أحد؟ قال إيه، أنا أعرف ناس في الديرة الفلانية وبروح أخطب منهم. قال توكل على الله. تواعدوا على يوم راحوا إلى العرب سلموا عليهم، لا لبو شيخ كبير واخوان المراه ورجال، وفي مجلس خطب وسألوا عنه ووافقوا وزوجوا الرجال. زوجوا من؟ إبراهيم. رجع إبراهيم بزوجته ووافي كلهم في ديرة واحدة، هذا في أقصى الديرة وهذا. يقول إبراهيم عشت مع زوجتي 8 أشهر، طرالي طاري أسافر الشمال، شمال ديرتي بمسافة 400 كيلو، فماني مودي المرأة لأهلها، قلت خلها في البيت. راح الوافي قال يا وافي أبيك تمر على المرأة وتشوف كل 3 أيام محتاج شيء، محتاج أغراض. قال ابشر. صار وافي يجي السلام عليكم تبون شيء؟ قالت نبي دقيق، نبي سكر، اللي ناقص عليها. الأسبوع الثاني، الأسبوع الثالث، يوم جاء ذاك اليوم سبحان الله يطق الباب، لهي فاتحة الباب فتحة أكبر من المعتاد. قالت اقلط. قال راعي البيت مو موجود. قالت انت اخو راعي البيت وخلي، وانا والله مستحيت فيك، كل يوم رايح انت قضالي تقول صبي عندي، خلني اكرمكم فنجان شاهي ولا. يقول والله اخذتها من هذا الباب قلت توكل افتح المجلس. يقول فتحت المجلس يوم دخلت، يقول انا في المجلس شفتها قفلت الباب بمفتاح. يقول عرفت ان ربما فيه غرض مهزي. يقول هي راحت دبرت في المطبخ وانا شفت حركاتها وشفت لبسها وشفت عطوراتها، عرفت ان المرأة ما هي يعني. خدت وكتبت بيت شعر على الباب من وراء باب المجلس، وخليت الشطر الثاني فاضي ونحشت مع السطح. جت المرأة تدور ما لقتني، خدت 4 أيام وجيت وطقيت البيت. تبون شيء؟ قالت انت ليش رحت ذاك اليوم ما خليتني اكرم؟ قال اقول انت داخل البيت وانا ظاهر البيت، لين يجي راعي البيت ماني بداخله وانت وهو راعي البيت مو فيه. يقول خدت لي شهر شهرين الا زوجها رجع. عز الله له وافي على اسمه. جاء ابراهيم هذا ومع زوجته اليوم الاول الثاني الثالث، يقول يوم دخل المجلس ويرد الباب ويلقى البيت اللي مو بخابره، بيت شعر مكتوب على باب بيته مجلسه هو مو بخابر. شو يقول البيت؟ شو يقول؟ يقول رب امرأة تزينت وأتتني ودعتني لوصلها فأبيت، لم يكن طبعي العفاف ولكن، حط نقط وعلامة استفهام. والله اسقط في يده بيت شعر وفي بيته والبيت مشربك ولا بخابره. اركب وروح الشاعر عندهم في الديرة، سلام عليكم السلام، أنا سافرت ولقيت لي بيت شعر ودي أعرف تكملته. كمله. قال الشاعر وش يقول؟ قال الشاعر يقول أنا أعيد البيت لعلكم يعني تستفيدون. رب امرأة تزينت وأتتني ودعتني لوصلها فأبيت، لم يكن طبعي العفاف ولكن. فكر قال والله ما نبقى عارف أكمله، لكن فيها إعرابي. اي نعم. قال في إعرابي في الصحراء رحلة ترى مشهور انه يقول وانا اركب واروح لها الاعرابي على بعير، يقول واجي ولا بيت الشعر وشاب مضوى واسلم عليه يا فلان. قال نعم. قال انا جايك وبسالك عن بيت شعر. قال لا لو تقهو وعين خير انا لاني بشاعر، الناس تقول عني شاعر وانا ماني بشاعر. كان العالم مظهرة عليك. قال لا، بنتي اللي تسرح مع الابل والثانيه اللي مع الغنم كل واحده اشعر من الثاني، اذا جو اسالهم. يقول تقهوينا يوم جاء المغرب لا راعية البل مورده، سلام عليكم. وعليكم السلام. قال يا بنتي فيه ضيف عندنا يسأل عن بيت شعر ناقص. التفتت على الضيف قالت شو يقول الشاعر يا ضيف الرحمن؟ قال الشاعر يقول رب امرأة تزينت وأتتني ودعتني لوصلها فأبيت، لم يكن طبعي العفاف ولكن. قالت كنت خلا لبعلها فاستحيت. الله. فكت البيت. جميل. جاب يقوم قال اقعد خل راية الغنم تجي. قالوا هو يجلس. راحت ولا هو حار الرجال. جت راية الغنم سلمت على ابوها ما شافت اخته. قال عندنا شاعر ويسأل عن بيت شعر يا بنتي. قالت شو يقول الشاعر يا ضيف الرحمن؟ قالت الشاعر يقول رب امرأة تزينت وأتتني ودعتني لوصلها فأبيت، لم يكن طبعي العفاف ولكن. قالت كنت خلا لبعلها فاستحيت. وهذا خوية
هذا إيه تقول الثانية ردت كلمة قالت هذا خوية، صار نفس الكلام. قالت هذا خوية لي. أي. سكت الرجال كرم ومشى. يعني نفس صار جواب الأول مثل الثاني. اي نعم. بس الثانية زادت قالت هذا خوية. رجع الرد واحد يا ابو عبد العزيز. لبيه الرد 2-1. رد الثنتين واحد بس اضافت كلمة قالت هذا خوية. نعم. اللي كتب الكلام خوي الرجال. رجع الرجال للديرة، لكن شوف الحكمة يا اخوان، هو ذكر ابوها وذكر اخوانها، ومعالجة القضايا هذه يبي لها حكمة، يبي لها فطنة، ولعل المسافة كانت جعلت انه يفكر كيف يعالج الامر. نعم. فرجع للمرة وقعد يومين ما قال لها شيء، عادي كأن الامر طبيعي. نعم. فقال لها احنا مبطين على هلت. قالت لي والله مبطين، انت سافرت ورجعت وانا. قال ايش رايك بكره نمشي لهم؟ قال جمعي عفشت وهي تجمع قشيشها تركب معي على بعير في الطريق. قال يا فلانه؟ قالت نعم. قال انا في سفرتي تزوجت. قالت ها؟ قال تزوجت ولا بيستدرين من غيري، بيستدرين مني، وترى بجيب المرة اسكنها معت في البيت. في البيت، ما عندي فلوس. قالت معصي والله ما ارجع معك. قال حد انت الامر راجع لك وانا محلل لي الشرع 4. يقول هو يرجع لا الوالدها وينزلون يتقهوى عنده. قال انا ماشي خلوها عندك. يوم خذوا 4 أيام يطرشوا له، قالوا المرة تبي الطلاق. قال خلوها تستخير. قال لا لا مصرح على الطلاق. قال وانا اطلقها وفي مثبرها لها الحين. وهو رجع مع خوي سلامته. صارت له يعني سبحان الله موقف فيها ابعاد تربويه وفيها ابعاد يعني ايجابيه مجتمعيه، واعجبتني الحقيقه لاني اعرف الطرفين، حاول جاهد اني اذكر اسمه، لا هو ولا ابي صاحب يعني على ما نقول حنا حجر الزاويه بالقصه، لانه يعني الموقف كان جدا جميل لكنه تحفظ بالحين، لكن نذكرها للفائده. وكم من انسان لا يذكر اسمه لكن عند الله عظيم. هذا واحد من الشباب مقبل على زواج ورتب وضعه وتزوج، ثم يعني مع مرور الايام جت فكره البيت يبي عمر، وبدأ يرتب وضعه قبل ما يجي النظام الأخير. فرتب الوضع وشرى له بيت من أحد الملاك وعطاه مبلغ، ثم كان المبلغ على أقساط، يعني مبلغ يعطيه كذا مثلا نقول 50,000 وهذا الرجل يعمر ويدين اللي آخذ منه هذا صاحبنا. فيوم وصل آخر دفعة تقريبا ما يقارب 50 أو حوله، تزود أو تقل أكثر، انزنق صاحبنا، انضغط شوي، وكانت على أهبة أنهم يبي ينتقلون للبيت وفي احتياجات أساسية بالبيت يبي يرتبها، يعني كان معه أهله وأمه، يعني الرجل متحمس لكنه منضغط بالحيل، وهو بدأ بشيء من التجارة، الشيء البسيط، لكن وافقت العمار ووافقت الأمور هذه فأكلت الدنيا كلها. الرجل يوم أنه ناظر وثربا قال له هالمبلغ ندفعه، يبي ينضغط بالحيل ويبي يتوقف عن انتقال ونأجل فهو طيب. وصاحبنا هذا راعي البيوت الديان حد خذ حق وعط حق، ما عنده المجاملات يوم توزعوا هني، ما فيه اللي يبيه، ما فيه كلام. فحاول يعني بس عارف طبعا انه ما في مجال. عرف واحد من الرجال، شروه من يسمع ومن يشاهد، رجال راعي وجاهه ويحب الشفاعات، وهو من الشخصيات اللي ما تدري هو تاجر ولا مو هو بتاجر، عنده ولا من عنده، من كثر فزعاته ولملمة الأمور. بعض الناس سبحان الله تتصل عليه أو يتصل عليه ويطلب منه فزع مالية بسيطة، تلقاه أبد ويسر الله وابشر، أنت ما تدري هو عنده فلوس ما عنده فلوس، ما تدري شلون يفزع. جاه ولا وجاه؟ اي والله ما شاء الله تبارك الله ميسر الله عليه فعل الخير للناس. ثم كثير من هالنوعية ذا إذا مات تلقى ما عنده شيء أبد، لكن الله مديون. اي أو مديون. أحسنت أبو. فجاء وجت بباله فكرة إنه يكلم أحد المقربين لهالرجال يشفع عند راعي البيت إنه يؤجل هالمبلغ شوي، يعني لعله
صاحبنا يقول كلمت واحد من المجالسين لهالرجال اللي احنا نتحدث عنه، وقال له انه فلان توه بيسكن البيت، وانه يعني انضغط وشارين البيت من فلان، ودنا تتشفع يعني صاحب البيت او الديان بعد جامع بينهن انه لعله يصبر عليه شوي بس يسكن ويسر الله، لانه هذا معين يعطيه المفتاح الا كل الامور متيسره. المهم قال هذا يبي يسر الله. راح الرجال هذا وكلمه، اما عاد مشافهه واتصال، وقال له هذا وضع الرجل ولعلك يسر الله. ثم رد على الوسيط وقال له قل له يتوكل على الله يروح، وتراه يقول أبد نبي نمهله سنة أو متى ما تيسرا، ولا تيسرا يعطيني إياه أنا أتواصل معه لعلنا بعد نقوى يعني ينزل شوي. يقول أنا يوم وصلنا هالكلام طمعت انه بعد لعله بعد ان شاء الله ينزل شوي. اكون صريح يعني هذا ما نقلوا لي، يقول انا اتحدث عما بنفسي، ما اعطيك مثاليات، هذا اللي صار بنفسي. وسبحان الله الرخاء بعض المرات يولد يعني انك توسع الصدر. هم هو قال له خلاص يبي مهلان، وسعت صدري، وهالفليسات ذي بعد جمعت بال البيت، وبدت الكماليات، ولا يقتل الناس الا الكماليات. ودك بالأساسيات وتبلع العافية. يعني بعض الناس كنت تزره عشان يضبط أموره، وهو من صاحبنا، وأنا قلته طبعا هالكلام. المهم مضت الأيام وسكر صاحبنا وأموره طيبة ولا عنده خلاف والبيت مستمتع، بس يقول والله أني غلطت أني ما شكرت هالرجال، ما اتصلت بو ولا يعني فوات حرص. يقول راحت السنة أنا والله ما نسيت المبلغ، وأنا والله ناوي بعطي هالرجال. يوم مضت السنة قلت أنا كل ما تجي الرسالة رسالة استدعاء للمحكمة أو الشرطة شكوى أنه باقي له هالمبلغ، لأني أنا عرف صاحب هالبيوت والديانة ما يجامل. يقول والله مسكت عنه. مضت سنة وشوي، يقول ولا وضعي وأنا والله أني مبرد، بس أني مهيئ النفس انه لو جان اي اتصال لو اتسلفهن وادبرهن. يقول خلال هالفتره هذه هو يشتغل له محل، يعني خصوصيه القصه له مجال تجاري، وقد يوظف بعض الشباب وكذا، تو بادي يعني مشروع مبسط. جان قريب جدا من صاحب الشفاعه الاول من هالشباب، واشترى من بضاعة على أنه يبي يبدأ بالتجارة، وأموره إن شاء الله تبي تبدأ من هالشباب المتحمسين اللي عنده ما شاء الله حس يعني دخول سوق العمل وكذا. والمبلغ يعني من 15 إلى 20، وتأخر علي وقت السداد على أنه بيصرف وعلى أنه ذا. وجاء أمي وقال لي والله هذا اللي حصل وغديك وتجدى. يقول والله قلت أنا بفلوسي، يعني صاحبي يعترف له إني والله ودي بفلوسي، يعني دبر عمرك. هذا راح لصاحبنا الأول، الشاب هذا راح لصاحبنا الأول صاحب الشفاعة، وقال له أنا والله يعني بين له قرابته، وأنا أخذت من فلان يعني البضاعة فلانية، ولكن يبدو أن أموري شوي وسط، أغديه يشفع. قال فلان قال سلمني عليه وقل له غدي يصبر، غدي يصبر عليك شوي ويبي يسر الله الأمر. الله أكبر. يقول يوم جاء لأمي، رجع لأمي وقال إن فلان سماه بالاسم هذا، يقول يوم قال قلت والله نعم، والله نعم به، أبصبر عليك وبجدع لك 2000. يقول والله هذا لي أنا يمكنني أحب المال، صريح الرجال معي. يقول أبصبر عليك، عطاه شهر أو شهرين بس، ترى بعد ما فيه. يقول راحت الأيام، أضرم معزوم من مناسبة بزواج، ودخلت الزواج وأنا مريح ومستانس. يقول هكا اليوم رايق الروقة، ودي أسلم على كل اللي بالقصر، ما عندي قدر الله من فوق 7 سماوات. يوم دخلت
وترى هذا الشايب راعي البيوت اللي عمر ويدين. يقول يوم أطبقت علي الأرض قلت هذه اللي ما برجع. ما حسبنا حسب. أنا وياه ندخل، يعني ما بقى تبي تطلع جوالك إنك تتصل وتمشي بوجهك ما في. ويقول هالشايب مع الحاسة 17 يعرفن ويعرف أبوي وخوالي وأهلي وجماعتي كل شيء، يمشي بعصا عاد مودنا وصف بالحيل، لكن يقول راسه لا إله إلا الله يتجدد بالذاكرة، أموره تمام، تحديث مستمر ما شاء الله تبارك الله. يقول يوم سلم قال يا هلا يا هلا، ويخمخمن ويسلم علي وشلون خالك وجدك، ما بيجي الا اللي تحت النصائل كل سأل عنه. يقول وامسك ايدي وادخل انا وياه. الحين ما بقى مفر، وش اللي جاب بالي؟ والله ان انسدت نفسي عن قهوه ومشتهي عشينا بتعشى وبسولف. يقول الحين 50 هذه قدام عيني وبطلع انا وياه ونروح للجنوبيه، الشرطه الجنوبيه. يقول وانا عارفه تمهيد لكن يبي حقه. يقول يوم قعدنا انا وياه نسولف انا وياه وشلون امورك وشلون اهلك وشلون وضعك وشلون البيت، عسى الامور طيبه. يقول الرجال ما جاب طاري لا الدراهم ابدا، حرفه والله ما يجامل ظلاله عشان يجامله. يقول وانا وهو يهرج اول مره احس اللي يجي التعرق الواحد لا ارادي، وما غير اشرب من ماء واتعرق واجمع هرج وشلون بتعذر له وبقول عطن فرصه. جمع الاسماء هرج خوف من التكسير. اي والله. يقول يوم انه قضت سواليفه وبدا ينود، يعني دخله النوم يبي ينتظر الشاي بالعشاء بيتعشى بيروح ينام، قضت ما عنده شيء، عرفت انه فصل الشاي. يقول قلت مير خله بدابه، اخاف انه مسكت ينتظر باكر بيشكي بيتاكد اني موجود بديره. قلت والله يا خال العذر والسموح والله منك. قال وش هنا؟ قال 50 أو يعني المبلغ هذا اني تاخرت واني فرحان بالبيت واني وش 50؟ قال 50 البيت. قال هم لا لي واصلات قبل اعطيك مفتاح من خويه والشفاعه. يقول قلت شلون؟ قال انه اتصل علي فلان اللي هو صاحبنا وانه قال لي قد يكتمل. وقلت لا انا ما عندي مهال، انت بتكفله عطنا دراهم وراح ندوره. يقول والله انه جابه لي حول اللي دراهم وانا والله ما عندي. هو ما قال لك؟ يقول لي هو يقسم لي هذا الرجل، يقول والله يا ابو عبد الله اني طالع الله يعزكم المجلس اني غلطن بحذياني واني طالع قاطع عن الشارع والله ما شفت لا اليمين ولا يسار، بروح سيارتي من عمي صدمه لا اوصف بين موقف هذا الرجل وبين اولاد اللجان وبين اني تاخرت عليه بالسداد وبين ما ادري وش اسوي، يعني انا بحاله ما يعلمها الا الله. يقول يوم صار من بكره واسوي لي هديه متواضعه واروح لهالرجال الوسيط وسلم عليه، رجل كبير ورزين انا اعرفه شخصيا، يعني اعرف الاسم واحب راسه واحب بيده وبتعذر. يقول والله سبقت دمعتي كلام عجزت. قلت يا عم اللي سويت بذا ما يسويها أحد، وش اللي سويت؟ قال أبدا تيسر، الدنيا مثل الوبر يحت وينبت من جديد والدنيا سهلة. ما أنت بس سكنت أنت ارتحت، بس عساك أولادنا نفست عنه شوي، يعني يا أولاد اللي شفع توكل على الله وإنسانه ما بحاضرات، عساك بحل ولا تعطيني إياهن إلا من يسر، وما تيسرا عساهم فدلك أنت ورع أهل البيت. يقول عطاء رد أعظم. يقول ما تم من 24 ساعة إلا أنا معطيه المبلغ، أولاد عفيت عن مبلغه تماما ووظفته عندي الولد هذا. أنا أقول يا جماعة هذا الموقف اللي حصل سبحان الله العظيم، لا شك أن المؤمنون على شروطهم، لكن سبحان الله لا تأملت في فرق بين القرض والدين. القرض في نوعية يجعلهم الله عز وجل لنا كآيات يمشون في الأرض وتدرك أن الخير موجود في هذه الدنيا، أعلام يجون ظواهر طبيعية. بعض الناس إذا سمع مثل هالأمور ذا يقول وينهم؟ أنا أقول وينهم، لأن الألماس وينه، لأن الجواهر وينه. هؤلاء العظماء لا كتب ولا كلموا ولا حادثوا، وجايه ولد يعني قريب له
ومع ذلك ما يعني المفترض أقل القليل قال يا أخوي ترى أنا معطيه خلوه يصبر عليك، ومع ذلك أضمرها في نفسه وأدرك أنه ما علم. هؤلاء سبحان الله يعطيهم الله على نواياهم، ويحفظ الله حلالهم في سرهم وترحالهم وبقائهم أمام الناس. فأنا أقول يا جماعة الدنيا بخير، ودائما نيك تسوقك للخير، اعمل الخير، وخاصة القرض الحسن. كثير ممن يقرضون قرض حسن إذا شاف على الإنسان ضائقة قال بسم الله هذا حسابك وعطاه المتيسر، ما قال متى تجيبهن، ولا قال من يبي يشهد عليك، ولا اللي بيني وبينك الله، والحمد لله الأمور متيسرة وإن شاء الله أنه بردا. فغالبا الله عز وجل يحفظ هالنوعية، وهم لنا مدارس نستفيد من مجالستهم، نستفيد من القرب منهم. هنيئا لك يا أبو فلان، وهنيئا لسيرتك العطرة، وهي درس لك يا صاحبنا. لكن بقولها لك وبمون، يقولون راعي الأول ما يلحق، مهما سويت لن تلحق صاحب المعروف الأول وهو صاحب الفضل. الله يحفظكم جميعا. بارك الله فيك أبو عبد الله، الله يرفع قدرك ويجزاك عنا خير، والرسالة وصلت إن شاء الله. قديما هذه القصة يعني يقال أنها كانت في أحد العهود السابقة، إما الدولة العباسية أو يعني في نهايتها. كان أحد الأمراء في خراسان والي، وكان له شأن وله شخصية، وكان متزوج امرأة يحبها كثير، ودائما هو يختلي بالسواليف معها دائما على شرفة قصره. فقصره حقيقة في مكان زراعي وجميل وهذا، فكان يرى كوخا أمامه كل يوم يناظر في الكوخ، ولا في واحد يعني يعمل في الزرع وكذا في الكوخ، ما يأذن المغرب إلا يصلي الرجال، ما يعني أبدا صلاة العشاء تنطفي الأنوار يختفي الكوخ، مرة ينامون ما عندهم شيء. وزوجته دائما تقول له لهذا الوالي، تقول له أنت أنا أشفق عليك، أنت ما تنام لا ليل لا نهار، تعبان دائما شايل هم وكذا. قال لأني دائما أشعر أني مقصر في أشياء لازم أكملها، لازم أنا يعني مثل ما تقول إذا سبحان الله أعطي ابن آدم أو أعطي ابن آدم جبلين من ذهب لابتغى ثالثا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما في فائدة الإنسان يبي. المهم فقالت له ليتك مثل هذا راعي الكوخ اللي كل يوم تشوفه مبسوط أنت، يخلص شغله ما يخلص العشاء اللي مطفي أنواره وكذا. قال هذا وش قصته راعي الكوخ؟ خليهم يجيبونه بعد يعني مدة وسنوات من يشوفه. فأرسل الحرس وقالوا له هذا من أحد رعاياك، وهو يزرع، نستأجره الصبح يزرع أمام القصر وذا، ونعطيه أجرة بسيطة يومية، يعطونه يومية. قال جيبوه لي. فلما جاء قال له أنا ألاحظ عليك أنك ما يأذن العشاء تصلي العشاء ثم تنام على طول، طفوا الأنوار أنت وأهلك، ما تقلق بالليل. قال لا والله ما أنا ما أفكر بشيء، ولا عندي يعني بيني وبين أحد عداوة أقلق منه، ولا بيني وبين أحد مطالب فيطلبني أو أطلبه، ولا بيني وبين يعني مطمح في الدنيا بزيد له وأمشي له فجالس أفكر فيه بالليل. أنا خلاص هذه راضي فيها. قال خلاص أنا إن شاء الله غدا سأتيك بهدية عظيمة. يشغلها الله يشغلها. اي والله والله يقضى عليه مسكين. قال طيب. يوم جت الصباح قال لهم اعطوه 100,000 دينار. أو ما بلغ، هذا يغنيه ويغني ذرية من بعده، ذريته كامل بتصير من أغنياء البلد. قال ولكن انقصوها دينار واخبروها انها 100,000. قالوا طيب. والله جابوا له الى البيت، والله دقوا الباب واعطوه، قال هذه عطية الملك او الوالي، ويقول لك هذه لا تسأل عنها مرة، افعل بها ما تشاء، هذه هدية منا لك. نقصها بس دينار، نقصها دينار واحد. ليش؟ عشان الحين تشوف ليش، الحين تشوف. طيب الله يشغل. قال اي والله اشغلها اشغال. قال لزوجته والله بكوا طول الليل ويحمدون الله وشكروا الله ودعوا للوالي. بعد يوم قال أو يومين قال وين مال الوالي؟ كم أخذنا منه؟ قالت والله ما قدرنا نصرف منه إلا تقريبا دينارين.
شرينا أشياء وضبطنا الأمور. قال تعالي هيا نعدها، نعد العدد نشوف نحصيها كم. جالس يعدون هو وياها، ولا بعد تقريبا ساعة طولت مبالغ. ما رقدوا بعد العشاء. اي والله ما رقدوا، ما فرش المراقد. يا ام فلان إيه. والله انها ناقصة دينار. عدوها ثانية. انت صرفتي شيء، انت ما اخذت شيء. لا والله ما اخذت شيء. إيه؟ لكن لعلك انت اشتريت شيء وانت ناسي. قال لا والله ما اشتريت. كل واحد يتهم الثاني. اي يا والله عزال. يوم تاكد هو ان الامور سليمه داخليا. إيه؟ قال والله اني ظننت بالوزير شرا. الوزير اللي اعطاه الملك والي الامر. فلوس. إيه؟ قال والله انا اشك فيه. قالت والله يبي يروح، وسأل عن الوزير وقال يا سلام هذا الوزير رجل دين محترم، وسأل عنه هو. قال يا جماعة والله إني أشك في الرسل هذولا. يعني الآن عندك ملايين، هذه الدنيا كلها عندك فلوس وأشغلتها هالدينار. اليوم الأول الثاني الثالث ما عاد ينام، يسهر، والملك هو زوجته ميتين ضحك قاعدين في البلكونة تقول يطالعون. قال شوف ما طفى النور. والله ما أطفى السراج حتى أذن الفجر ما انطفى السراج. قاعد يحسب القريشات. هو يقول حرمته يا امرأة أعطينا فكرة كيف نبلغ هذا عنده سرقات، هذا نبي هذا. قالت له الحرمة يا ابن الحلال يعني مبلغ ضخم، احنا ما احنا يعني قالت لا اللي يسكت عن القليل يذهب الكثير. والله لين يوم من الأيام أخبر أن الوالي جعل في مأدبة للناس وسيستقبل الرعية بمناسبة يعني مناسبة حصلت في البلد. ولا جافعه وهو تعمد الوالي جلس وأدناه قال تعال والله إني لا أراك عيونك يعني حمراء وذابل، يعني ألم تتحسن أمورك بعد؟ قال والله ندعي لك ليل نهار، لكن يا حضرة الوالي من باب الأمانة من باب الأمانة ايوه ترى وصلتنا ناقصة. قال لا أعوذ بالله، وهل ينقص أحد من عطيتي أنا أأمر فيها؟ قال والله يعني أقول لك صراحة نقصت، ونقص دينار واحد، ولكن نحن يعني لا نرى أنه كثير، لكن هذه باب الأمانة نبلغك. قال الآن وصلت كم؟ قال 909 يعني تقريبا 99,999 ناقص دينار واحد. فالوالي قال له يعني الدينار يعني والله أنا يعني ماني شايف إني، لكن أبشر إن شاء الله أنت رح الآن وأنا سوف أقوم بالهذا. وجلس يضحك هو زوجته طول الليل إن فعلا صادنا الرجال جانا كما توقعت، أنه قد حمل هما حتى أفقده النوم. سبحان الله. وصار الآن يفكر ماذا سيقرر الوالي، صح، وش القرارات اللي ستصدر. ما عاد ينام إلين سبحان الله يعني زوجة الوالي يعني حزنت عليه رحمته، قالت له يعني أرسلت من يقول له ترى هو الوالي يمزح معك وهذه كل المبلغ، وهو أنقص الدينار، ولأنه فقط يريد أن يختبرك وأن يشوف ماذا تفعل به وكذا. لكن كانت في القصة عبرة عظيمة جدا أن فقد السعادة رغم أنه طلب، لا يعني شيء يمكن يسعد 100 أسرة، لكن سبحان الله العظيم كيف أن الإنسان يطمع أحيانا ويقول يا أخي جتك نعمة كبيرة، عندك سيارة فاخرة، بيت فاخر، بس والله يا أخي باقي مدري إيش الرصيف الفلاني ترى والله معذربنا إلى الآن ما خلصوا الحفرية. يا أخي احمد ربك أنت بخير عظيم، أنت بنعم كبيرة، وش اللي يشغلك بهالأمور هذه؟ هذه يعني حبيت إني ما شاء الله ما شاء الله. وهي سبحان الله تخص استجابة الدعوة في رمضان. جميل ممتاز، وهي فرصة موفق. نعم هي فرصة يا أخوان، فرصة مثل ما ذكر أبو تركي أخوي أبو تركي أن الوقت الإجابة سواء قبل الإفطار أو بين الأذان والإقامة، يكفي أنك صائم للصائم دعوة لا ترد. هذا فهد يقول إني خريج بكالوريوس ومتخرج من الجامعة
واشتغلت في احد الشركات اعقب واودي الوزارات اوراق واخلص لوزاره التجاره بعض مستخلصات الشركه. يقول يوم من الايام يقول الشركه عندها عقد مع احد الشركات وعقد قوي يعني في صفقه، ووصوني ائتمنوني على اني اودي الصفقه او اودي الاوراق الرسميه هذه اللي مختم عليها. يقول انا غطني النوم، خبرك في رمضان، ويقول غطني النوم راح علي الدوام. والشركه يام شافوا اني انا ما جيت قالوا ابرك وسعد، شافوا شركه ثانيه غيرنا. يقول مدير الشركه زعل والعالم كلهم زعلوا وقام يزمر ويهدد انت كذا وانت خسرتنا. تدري عاد اسمعني، انت اساسا غياباتك واجد وتاخراتك واجد، الله اعطاك بين امرين، يا انت تبي نفصلك على الماده واحد المواد اللي اسمها الظاهر ماده 80 تاخرات وغيابات وكذا، او تبي تستقيل بكرامتك. قال لا مو على كيفكم تفصلوني. قال لا اعطيتك علم انت ما عاد تناسبنا. المهم ان الرجال يقول اقلبها في راسي واستخير ومنه يقول استشير واحد من ربعي، قلت الرجل بيفصلوني. قال ما لهم حق يفصلونك، وعلى اي ماده يفصل؟ يقول السياره تحت محامي. قال ما عليك منهم، انت غطك النوم وخلهم يخصمون ذا اليوم اللي غبت انت فيه. يقول انا خذتني العزه بالاثم خذتني كرامتي وقلت بفصل واستقيل. يقول احنا الحين تقريبا ثالث او ثاني رمضان. المهم يقول في عقب ما فصلت يقول ضاقت بنفسي وضاقت بالارض، ولا عاد عندي دخل ولا عاد عندي دراهم ولا عندي حاجه. يقول هذا الحين يقول مشت الايام في نوم وقلت سنعه، يقول ما عندي شيء مره، من بيتي الى المسجد لا ما عندي حاجه. يقول يوم جاء قبل نهايه الدوامات الحكوميه قبلها ب5 ايام، يقول واعزم ابي مكه وادخل على مكتب طيران واحجز، قلت ابي جده. ويقول ويغطني النوم مرتين ثانيه. يقول راحت علي الطياره. طبعا هذه قصه نوم الثقيل. نعم هذه قصه يا اخوان واقعيه. يقول راحت علي نومه بعد الطياره راحت علي. يا جيت يقول هذا شر حظ عندي. يقوم ادعي ربي واتعبر في رمضان، يقول انا صايم يا رب وانت ربي انك تزين احوالي تعدل اموري. واجي اخويا في الاستراحه من اللي بيروح مكه قالوا لي انا بروح مع عائلتي، واللي بيقول انا ما عاد بقى على رمضان الا 10 الاواخر ما عاد بقى على شيء. يقول احنا ذحين في اول 10 الاواخر او قبل 10 الاواخر، يعني المهم باقي على انهاء الدوامات الحكوميه 5 ايام. المهم ان الرجال يقول يفزع لي واحد من اخوياي قال ابد ما راح المكه عندي انا، هذه موتري جديد راح مكه ورجع. يا اخويا يا احد بيخاويني قال له يقول اركب الحالي، يقول حتى والله ما بزود دراهم تذكر معي في مخباي. يقول وامشي. يقول يا ما قبلت على الطايف الا هالحادث اللي قدامي. لا حول ولا قوه الا بالله. بيقولوا وقف لان عالم الفلاشرات شغاله والعالم متجمعين، اثر الحادث توه صاير قبل دقائق. يقول ما بعد توه صاير. يقول يوم جيت هذا عجيزن كبيرة السن عمره فوق 60 تون، وذا الرجال انصاف عمره معه برعانه معه اكبر عيال 15 سنه. يقول الرجال والناس بلت ناظر فيهم واللي يصور واللي يقول ما حد. دقيت على الاسعاف دقيته شيء دق يا ولد انش علمك. قال الاسعاف خاف يتاخر. يقول حنا بعيد من الطايف. قال يا ولد هذه موتر. يقول موتر مهبلي. اركب الموتر ازرق اقرب مستشفى. يقول اقرب مستشفى عندنا بيننا وبين يقول الطايف. انت ما تعرفني. قال اقل شيء قال اسمعني عطي بطاقتك وعطني اوراقك لا جاء المرور ولا جاء من الطرق، لاني انا خلص جريت الحادث، وانت اركب للطايف عالج امك وانا وياك متلحقين. يقول هذا رقم جوالي. يقول الرجال استغرب من فعلي. يقولوا ياخذ سيارتي. يقول سيارة رفيقي دحين وياخذ يروح للطايف للمستشفى. يقول جاء امن الطرق وجاء وش سابق قال انا راعي الحادث. قبل راعي السياره يقول شاف الاسماء وكذا قال لي هي بسيارتي. يقول والله الرجال خذ سيارتي ومشى. يقول جزاه الله خير العسكري كان متعاون متفهم. اي متفهم. قال العسكري اجل هذا رقم سطح دائما الموتر يقول راح يوجهه، لكن يقول هل السياره تعور شوي. المهم جاءت رقم السطحه قالوا وانت بي. يقول انا معي احرامي معي اغراضي وشنطتي واغراضي. يقول وامشي. يقول يجي راعي السطحه ويركب السطح. قال بتكم توديني؟ قال وانت بي؟ قال ابي السياره للطايف ولا وديها جده، واحده من الثنتين. قال بوديها جده 800 ريال. يقول والله ما هي معي قيمتها. قلت اركب. يقول نركب السياره في السطحه ونمشي. يقول انا قلت قال انا ابي مكه نزلني على طريقك في السير الكبير وما ادبر عمري. يقول ونمشي. يقول قالوا الساعه 10 كيف صار الحادث؟ يقول 7 راعي السطحه اسمه مصلح القرشي. يقول احنا ماشيين وش العلم؟ قال والله هذه مي بسيارتي، هذه سياره واحده في الطريق ما اعرفه الا باسمه، هذه بطاقات اغراض. قال يا رجال. قال لي والله هذا الحاصل. وش علمك؟ قال والله ما اعرفه، لكن بوصل سيارته فزعه لوجه الله سبحانه وتعالى. قال والله يا يقول مصلح يقول والله يا فهد ما انت بخير مني. كم اتفقنا عليه؟
قال 800 ريال. قال 400 ريال على حسابي انا، عطني 400 وانا بوصلها جده. الله يبيض قلت بيض الله وجهك. يقولوا نمشي، يقولوا نزلني في السير كبير واخذ لي سياره اقرب واحد يروح مكه، والرجال راح وصلها جده. يقول له الفجر عقب ما خلصت اذكاري، يقول انا اخر الليل الحين وانا صايم الا جوالي يتصل. من هو؟ راعي الحادث. قال ابشرك الوالده طيبه، فيها شعر في ركبتها او كسر خفيف، وتراهي طيبه، وتراني برسل لك سواقي الخاص بيجيك في مكه، وقف عند الفندق الفلاني. يقول والله يا تكلف على الامر. قال يا رجال تعال لي حياك الله، خذ موترك واقلط عندي، والسواق تحت امرك تحت خدمتك، السواق فاضي ما عنده شيء. يقول الله وقف عند الفندق اللي وصفه لي، يقول الله يجيني السواق واروح لجده، ويقول ينصيني السواق احد الفنادق، ويقول قال ارقد وارتاح، وقبل الفطور بيمرك السواق افطر عندي وانت عالم. يقول الله صحيح واجي وافطر والعشاء ويحلفون عليه لان الرجال ذابح له ذبيحه ومكرمني، واذا موت رفيقي ما شاء الله تبارك الله بنزينه فل ومغسل ومضبط واموره زينه. يقول مره ما يخلف. يقول يعطيني صندوق عود وصندوق طيب، يعني مثل ما تقول بوكس كبير. قال هذه هديه من والدها. يقول والله ما فتحته. يقول وامشي، حلف علي الا بكره. لا قال انا بمشي للرياض. يقول يا قال وش عندك؟ والله بحلال لا به دوامات، والحين احنا اجازه. قال والله الدوام ما به دوام. افا قال والله دوامي يفصلوني. قال ابد هذا رقم جوالي ومتواصلين وان شاء الله العيد نعيد على بعض، وهذا بوكس لك انت هديه. يقول عود. يقول والله ما فتحته. اختصار الموضوع اني يوم وصلت للرياض فتحت العود ذا، دهن العود ما شاء الله تبارك الله، لا فوق كسر العود ذي ظرف فيه 5000 ريال. ما شاء الله. وعود اكلمه يا فلان ترك كلفت على نفسك وكذا. قال يا رجال هذا هديته والله أنا من امي تقول للرجال اللي فزعنا وعطانا موتره ما عرفنا هذه 5000 له. يقول والله اني فرحت بها. يقول يا اما اخلص الاعياد وخلص الامور للرجال يتصل عليه. قال شوف انت ما عندك وظيفه وعوضك عند الله سبحانه وتعالى من عندي، ابى اكلم لك راعي شركه، ترى مقابلتك الوظيفيه اول ما يثبت الدوامات. يقول راح له. يقول والله صحيح والله اروح له. يوم رحت الرجال عنده العلوم كلها كامله، راعي الشركه او رئيس مجلس الاداره. سألك انت فهد؟ قال لي نعم. قال والله يا علمك في رفيقي طيب. طلع رئيس الشركه ذا خوي راعي الحادث. سبحان الله. قال والله يا فعلك طيب وفعلك غانم. هنا 6500 راتب اساسي، وهنا مدري كم يقول بدلات، ويقول اختصار الموضوع انه وصل راتبه 8500 مع البدلات. ما شاء الله. ويقول وانت تستاهل. يقول واستمر في هالوظيفه وتواصلي مع راعي الحادث ذا مستمر، واستجاب الله لدعوتي في رمضان. يقول والله يا اخوان ادعوا والله في رمضان، ادعوا والله في تراويح، ادعوا والله في سجودكم، ادعوا والله بين الاذان والاقامه قبل الافطار. يقول الله سبحانه استجاب دعوتي. يقول واستمر حوالي تقريبا 3 سنوات وانا في ذا الشركه. الرجال يسر اموري. بعد مره 3 سنوات يقول انا معقب، اروح الوزارات واروح واجي، الكلام هذا ايام المعقبين والله لا زالوا موجودين. يقول وانا امشي بين المعقبين اجي احد الوزارات قلت يا فلان انا كذا وكذا، واذا حصل لكم وظيفه تواصلوا معي. يقول ويدق علي احد الوزارات قالوا حصلنا لك وظيفه رسميه على المرتبه السادسه، قبل يجي ذيك الايام مسابقات الوظيفيه تطرح عن طريق مسار. يقول حصلنا لك وظيفه. يوم حصلوا له وظيفه جاء راعي الشركه قال له بشرك انا حصلت وظيفه. قال له قاعد عندنا. قال والله ودي بالامان الوظيفي وحكوميه وانا لي اهداف وكذا. قال اسمع ما انت فاصل، عقدك عندي في الشركه مستمر بدون تامينات، تداوم في الوزاره اللي انت حصلت وظيفه، ومتى ما حصلنا طال عمرك مستخلصات ولا مناقصات ولا شيء خليك معقب عندنا بنفس راتبك. لا اله الا الله. اللهم ان التامينات بشيلك منها. يقول رجال حاب لاني موقفه مع رفيقه. يقول الله انا استلم راتب منا واستلم راتب بالوزاره ويسر الله امري، تزوجت استجاب الله دعوتي، ولربما نازله يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج. الله سبحانه وتعالى في نهايه ايه سوره ايات الصيام ان شاء الله سبحانه وتعالى يقول ويسالونك قل يا عبادي واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. فاذا قرنها بالصيام، فاسال الله ان يوفقكم ويستجيب دعواتكم ويرزقنا واياكم واسع فضله. ما شاء الله. الله يجزاك. انت يا سعد عرفت هالقصص من يوم جيت معنا ولا من والله قبل؟ الفضل الله. انا شوف انا مبدع في قوة. كنت في روايه التاريخ، انا قرأت البدايه والنهايه لابن كثير كامل 22 مجلد. قصي انت احب القصص. انا تحب القصص قبل برنامجنا لا ولا قبل عقبه؟ برنامجكم صار لي ايميل وصار لي حساب في التيك توك
تجيني قصص على الواتساب ويجيني على يعني الايميل. انت انشهرت عقب برنامج. اي ما شاء الله تبارك الله. الحين ابشرك صرت الوجبه اللي ب20 اخذها ب10 بعد الله في عمركم.